بسم الله الرحمن الرحيم. خدنا في الدرس اللي فات ازاي نعدل الوحدات اللي احنا هنشتغل بيها، وازاي نعمل الاوتو سيف والباك اب، وتعرفنا على الشاشة الرئيسية اللي قدامنا دي. في الفيديو ده هنتعرف على ادوات الرسم اللي بنجيبها من فيو التول بارز، وقلنا اللارج تول سيت، فبتظهر لنا الشريط اللي قدامنا ده اللي فيه أدوات الرسم والتعديل اللي احنا هنشتغل عليهم بعد كده. فهنا بنلاقي 4 أدوات مساعدة وهنعرفهم بعد كده، و6 أدوات للرسم، و6 أدوات للتعديل، وأدوات مساعدة برضه هنعرفهم بعد كده. أول أداة للرسم اللي هي أداة اللاين. أول ما بتختار أو بتضغط على أداة اللاين، هنا في شريط الأوامر بيقول لك select start point، يعني اختار النقطة الأولى أو نقطة البداية. هنيجي مثلا على فكرة الروتيت اللي أنا بعمله ده اللي هي ضغطة السكرول بتاع الماوس، نضغط على السكرول بتاع الماوس فبيعمل لك روتيت، وبتضغط عليه وشيفت بيعمل لك البان. ممكن تعملها من فوق هنا البان وبتضغط عادي بالماوس أو الروتيت، بس هو الأسهل عشان وانت شغال بتضغط بالسكرول بتاع الماوس خلاص. والزوم اللي هو بالسكرول تقدم أو ترجع براحتك. المهم بنيجي على أول أداة اللي هي لاين، بيقول select start point، فبنيجي مثلا نختار نقطة البداية أو النقطة الأولى، بنضغط كليك شمال فبيتسحب معايا خط بالطريقة دي. بنلاحظ هنا وأنا ماشي بالخط بيتلون باللون الأحمر نفس لون محور إكس، بيقول لي إن هو موازي محور إكس. ولو مشيت الناحية التانية هتلاقيه يتلون باللون الأخضر. طبعا مش بأي زاوية، يعني لازم برضو يكون قريب بالتوازي للمحاور، هيتلون باللون الأخضر اللي هو موازي لمحور واي، أو لفوق بيعرفني إن هو موازي لمحور زد. أول ما بتسحب الخط بنلاحظ هنا أرقام أو أطوال الخط اللي أنت بتسحبه. بنشوف هنا اللي هي الدقة بتاعتنا 2%، عشان احنا كنا عاملينها في الدرس اللي فات 0%، فكتبت لي هنا لو كنا عاملينها 3 أصفار من 1000 كان هنا هيبقى فيه 3 كسور عشرية، وبيتكتب قدامها الوحدة بتاعت الأطوال اللي احنا شغالين بيها. زي ما قلنا إن احنا بنقدر نرسم هنا بالأطوال اللي احنا عاوزينها. مثلا أنا عاوز أرسم خط طوله 4 متر، بكتب 4 فبيكتب لي في شريط في مربع القياسات 4، واضغط انتر بتعمل لي خط طوله 4 متر. عاوز أعمل خط تاني موازي لمحور واي طوله 4 متر، لو أنا هعمل مربع 4 متر. بلاحظ هنا اتعمل لي زي كورة كده مكتوب عليها end point، يعني بيعرفني إن ده نهاية السطح اللي أنا شغال عليه. أول ما بضغط عليه بتكون لي سطح لونه رمادي من وجه، ووجه التاني أبيض، وهو ده بداية 3D في سكتش أب، لأن سكتش أب بيتعامل مع مسطحات وليس مجسمات مصمتة. يعني مثلا لو أنا عندي مكعب بلاقيه بيتكون من 6 أوجه، بقدر أنا أعمل ال6 أوجه دول سواء بالمربعات دي زي ما احنا هنشوف دلوقتي، أو بالإكسترود بعد كده. يعني مثلا أنا عاوز أعمل مكعب وأروح طالع مثلا برضه في الزد 4 متر. باجي هنا أنا عاوز أعمل خط من النقطة دي لحد
ما يوصل لطول الخط اللي أنا عامله من الأول. باجي من النقطة دي وأمشي كده، بيعمل لي خط وهمي، لونه أزرق اهوت على محور، على لون محور زد. أفضل ماشي كده لحد ما يوصل عند النقطة دي، يقول لي إن هو كده موازن محور الإكس وعمودي على محور زد، أو الخط الوهمي ده موازي للخط اللي أنا كنت عامله ده. وأجي هنا أقفل، يكون لي سطح تاني، يكون لي الخط الوهمي على طول. ده بيساعدني. طبعا ممكن أكتب الأطوال زي ما قلنا في مربع القياسات، بس ده يعني بمجرد النظر كده فبيسهل عليا العملية. هنا اتكون لي خط وهمي بين النقطة اللي في إيدي دي والنقطة دي، بيقول لي إن ده على نفس المستوى. كون لي سطح تاني. هنا الخط اللي أنا هرسمه ده مشترك بين السطح العلوي ده والسطح الأمامي، فهيكون لي سطحين. يعني أول ما أقفل كده هتلاقي كون لي مجسم. بنقدر بقى نشتغل بالخطوط دي، بنرسم أي شكل إحنا عاوزينه، ونبدأ نعمله بالأسطح دي. هنا في أداة التحديد زي ما قلنا، هنبدأ ناخد الأدوات اللي هي المساعدة ديت أول بأول حسب الاحتياج ليها، أو حسب ما إحنا عاوزينها. أداة التحديد دي بنيجي نحدد السطح ده أو الحواف دي، الجوانب دي، عشان أنا عاوز مثلا أحدد كذا جنب مع بعض، وأروح ضغط كنترول وأحدد الجوانب اللي أنا عاوزها. طب أنا جه مثلا معايا سطح زي ده كده أنا مش عاوزه، بروح ضغط شيفت ومسحه. بروح مثلا لو أنا عاوز أمسحهم بعمل لهم ديليت، بيتمسح الطريقة دي. أو بنستخدم اللي هي أداة الإريس أو الممحاة. بنيجي مثلا على الحافة دي، بس أداة الممحاة مبتمسحش أسطح، بتمسح حواف بس. ما ينفعش أجي على سطح زي ده كده وأمسحه. بنمسحها بديليت زي ما قلنا من الكيبورد. ممكن تضغط على الحافة دي، عاوز تجمع بين كذا حافة، بتروح تخليك ضاغط على الكليك في الماوس وبتحدد الحواف اللي انت عاوزها. ومن ضمن برضه أداة السلكت، انت مثلا عاوز تحدد السطح ده بالحواف بتاعته، هياخد منك وقت على بال ما تحدد الكلام ده كله. فاحنا بنروح بنستسهل ونروح ضاغطين مرتين كليك بالماوس، فبيتحدد لي السطح بالحواف المشتركة معاه. طب أنا عاوز أحدد المجسم ده كله. أنا عشان أحدد سطح خدت وقت على بالي ما قعدت أضغط ده كله. قلنا لأ، هنضغط مرتين. طيب عشان أعمل المجسم ده كله هفضل أضغط على كل حاجة مرتين كده، برضه هتاخد وقت. فبنستسهل برضه، وفي ميزة إنك أنت بتقدر تضغط عليها 3 مرات ورا بعض، بيتحدد لك المجسم كله المتصل ببعضه. في برضه سيلكت زي الأوتوكاد. يعني مثلا لو أنت عملت اللي هي النافذة المفتوحة دي، اللي هي أي حاجة أو أي حرف أو أي مسطح هيتقاطع معاها هتحدده في أي جنب بقى، سواء ورا أو قدام أو من الأجناب. أو النافذة المغلقة اللي هي من الشمال لليمين. احنا قلنا من اليمين للشمال نافذة مفتوحة بتحدد أي حواف أو أي مسطحات تتقاطع معاها. إنما من الشمال لليمين هتجيب اللي هو اللي داخل، اللي واقع داخل النافذة اللي احنا عاملينها دي. يعني مثلا أنا عاوز أحدد السطح بالحواف ده، أروح جاي من الشمال لليمين
حدد لي السطح ده بس. نمسح الكلام ده. نيجي على تاني أداة اللي هي أداة الريكتانجل أو المستطيل. أول لما تضغط عليه بيقول لك أنا في شريط الأوامر select first corner اللي هي الزاوية الأولى. هنيجي مثلا أنا عاوز أعمل مستطيل من هنا، بلاقي مستطيل بيسحب معايا كده. إما بتعملها بمجرد النظر حسب ما أنت عاوز، أو بنعملها بالأطوال زي ما إحنا قلنا مربع القياسات. مثلا عاوز أعمل مستطيل 4 في 6 يبقى 4 كوما، الكوما ديت اللي هي حرف الواو في الكيبورد، بس طبعا بتبقى مقالب اللغة إنجليزي. قلنا 4 في 6، بعدين تضغط انتر فبيتعمل لك مستطيل 4 في الإكس و6 في الواي. طيب أنا عاوز أعمل مكعب توازي مستطيلات، هروح أعمل 4 كوما 6. هنا بقى لما أجي أعمل المسطح اللي هو الأمامي ده اللي في الوش ده، مش لازم بقى أكتب القياسات. هروح جاي من أول من الكورنر ده للكورنر اللي قصاده من الناحية التانية. هنا برضه ممكن أجي أخد من هنا أو العكس، من هنا لهنا تعمل المسطح ده. المسطح اللي أنا هعمله ده هيقفل لي المسطح اللي فوق بالضلع اللي هو الرابع بتاعه ده، فبيتعمل له متوازي مستطيلات بالشكل ده. بكده نكون خلصنا الدرس ده، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.